لو لسه بتعملوه بالطريقة العادية، لا انسوا بقى الطريقة العادية وتعالوا نعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، وهيطلع بقى بالجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ده. قد ايه الأكلة دي جميلة وسهلة وطعمها حلو جدا. يلا بينا نشوف عملناها ازاي، بس مش عايزين ننسى اللايك والشير. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. عندي كده 3 حبات من الفلفل أحمر وأصفر وأخضر، وعندي كمان بصلاية. بدأت كده أقطع الفلفل بتاعي شرايح بالطول زي ما احنا شايفين. قطعت كمان البصلة جوانح وسبتهم كده دلوقتي على جنب. جبت نص كيلو من البانيه، هقطعه كده برضو شرايح بالطول، وهنسيب البانيه بتاعنا دلوقتي كده على جنب. ونجيب طاسه بقى على النار، هنضيف فيها معلقتين كبار من الزيت، وهنزل كده على الزيت بتاعي ده بمعلقه صغيره من الثوم المفروم، وهبدا كده اشوح الثوم. انا مش هخلي الثوم ياخد لون، يا دوبك بس هيدبل معايا. هنزل بقى عليه بالفراخ، هشوح كده الفراخ مع الثوم كويس جدا بالشكل اللي احنا شايفينه. وبعدين بقى هنبدا نتبل الفراخ بتاعتنا بملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وكمان بابريكا. هقلب كده المكونات كلها مع بعضها، وهنا بقى مش قادره اقول لكم الريحه بتاعه الفراخ كانت حلوه قد ايه، بجد خطيره. هنسوي بقى الفراخ بتاعتنا كويس جدا كده، وهنجيب طبق ونرفع كده الفراخ من الطاسه. هنزود معلقتين من الزيت. هننزل كده بقى بالبصل الاول اللي احنا كنا مجهزينه ومقطعينه مع بعض. البصل بتاعنا هيبدا كده يدبل وياخد اللون الشفاف، هنزل عليه بالفلفل زي ما احنا شايفين كده. هنبدا برضو كده نخلي الفلفل يدبل معانا بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. هضيف بقى رشه كده بسيطه من الملح والفلفل وكمان البابريكا عشان الخضار كله يبقى متبل كده زي الفراخ ويبقى طعمه كله حلو. قلبت كده الخضار بالشكل ده، وهرجع بقى انزل كده بالفراخ على الخضار. حلو جدا. قلبتهم تاني مع بعض كويس جدا كده. وهنا بقى هبدا كده اضيف معلقتين او 3 معالق كبار من الصويا صوص، و3 معالق كمان كبار من الكاتشب. هرجع كمان اضيف كده صلصه طماطم، وهبدا بقى اسيب المكونات دي كلها مع بعضها كده تتسبك كويس جدا كده على نار متوسطه. خلاص الصلصه بتاعتنا اتسبكت معانا بالشكل ده. مش قادره بقى يا جماعه اقول لكم الريحه بتاعت الاكله دي كانت حلوه قد ايه. رشه من الملح، رشه كمان من الفلفل الاسود، ورشه من السكر عشان تعادل الحموضه بتاعت الطماطم. قلبتهم مع بعض كويس جدا، وهضيف بقى عليهم نص كوبايه من ميه سلق المكرونه، بتدي للصلصه قوام حلو جدا. كنا طبعا سالقين المكرونه بتاعتنا ومجهزينها كده. هنبدا كده لما الصلصه بتاعتنا تتسبك كويس جدا كده، هننزل بقى بالمكرونه بتاعتنا على الصلصه. شايفين اكله سهله ولذيذه، وما خدتش مننا مواعين كتير ولا خدت كمان وقت كتير في المطبخ، وطلعت في منتهى الجمال. خلاص خلصنا الاكله بتاعتنا. قلبنا بقى المكرونه كويس كده في الصوص اللي احنا عملناه وكمان مع البانيه. مش قادره بقى يا جماعه اقول لكم الطبق ده كان حلو قد ايه. شايفين؟ قدمتها بقى في طبق التقديم ورشيت كده عليها رشه من السمسم، وطلعت في منتهى الجمال. قد ايه سهله وبسيطه، وعملنا كمان البانيه والمكرونه بطريقه حلوه كمان وجديده، هتعجبك وهتعجب ولادك جدا. شايفين؟ بجد خطيره. يلا جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه، وما تنسوش بقى تعملوا لي الفيديو لايك وشير لو الفيديو عجبكم.